بيكم مرة تانية مشاهدينا، ودي فقرة ذات اللي بننتظرها كل يوم اثنين، ومعانا مدربة التنمية البشرية النهاردة ميادة حسن. صباح الخير. صباح النور. منورة. بنورك. ميادة، عندنا الفترة الجاية ضغط كبير على بيوت كتير. ولادنا اللي في الامتحانات، سواء في المدارس او الجامعات، الضغط مش بس عليهم، الضغط على البيت كله. يعني لو في اخوات، لو في ام واب بيركزوا معاهم في مذاكرتهم، مدرسين نفسهم بيبقى في فترة كده ازمات ومراجعات. التوتر والقلق والنسيان والحاجات اللي احنا بنعاني منها بتصاحب كل هذه الفترات. قولي لنا بقى ايه الحل؟ بس قبل ما نعرف الحل، عايزه اعرف ايه الفروق ما بين التلاتة: التوتر والقلق والمصاحب ليه نسيان والسرحان. او السرحان. هو مبدئيا هنتكلم عن اسباب كل واحد فيهم، يعني ليه الطالب بينسى، ليه الطالب بيتشتت وبيتوتر وبيقلق، وليه الطالب بيسرح اصلا اثناء المذاكره. تمام. هو اول حاجه النسيان. النسيان ده بيبقى عباره عن ان انا ببقى احتفظت بالمعلومه واجي استدعيها الاقي المعلومه ما خرجتش، تمام. او اقول لا انا فقدت المعلومه، انا كنت مذاكرها كويس جدا بس مش عارفه اطلعها ازاي، فبيحسب بيقول انا نسيت. هو مش نسي، هو كل الحكايه ان هو فتح ملفات كتير في وقت واحد ونسي يقفلها كلها. تمام. وفتح ملفات متشابهه ونسي يقفلها. مم. تمام. زي بالظبط لما نجيب صندوق صغير وصندوق اكبر سنه وصندوق اكبر شويه وصندوق اكبر خالص، اربعه، حطينا الاربعه في بعض وكلهم مفتحين. ولو حطينا مثلا سائل على الصناديق دي، اول صندوق هيتميل على اخره، هيبتدي يصر ينزل في الصندوق اللي بعده والصندوق اللي بعده والصندوق اللي بعده. فبالتالي لما نيجي نشيل اول صندوق هنلاقي الصندوق التاني لسه ما اتملاش، واللي تحت ما اتملاش اكتر، واللي تحت ممكن يكون فاضي اصلا لما نشيل الضغط ده كله. فدي فكرة ان احنا نفتح كذا بالظبط. مادة مثلا، او في المادة الواحدة كذا كذا موضوع. كتاب او كذا مرجع. ويعني ايه نقفله بقى؟ يعني نعمل ايه؟ لا، يعني انا مثلا بذاكر معلومه دلوقتي ما اسيبهاش واقوم واقول انا كده ذاكرتها، فبالتالي المعلومه هتتنسي لانها ما رسختش في ذهني. ما ثبتهاش. بالظبط. فانا لما اجي اذاكر حاجه اقفلها تماما واتاكد انها خلاص كده ثبتت في مخي، كده عمرها ما هتتنسي. تمام. برضو النسيان بيجي نتيجه الضغط الفكري. يعني انا عمال افكر كتير ومضغوط ومش عارف ايه وانا ورايا امتحان وعايزه اذاكر، فبالتالي لما اجي استدعي المعلومه انا اصلا ذاكرتها بضغط فعمرها ما هتطلع. وعمال املى مخي املى مخي املى مخي من غير ما اثبت ومن غير ما افهم ومن غير ما اشرح لنفسي، فبالتالي بيحصل نسيان. تاني حاجه اللي هو التشتت، او ان انا ببقى مش مركز، عمال انا في مليون بقالي حاجه. 3 ايام بلخبط في الكلام وبقول حاجات في بعض. لا، احنا طالعين عشان نعالج الناس. يعني عايز اعرف ايه السر، يعني ضغط عصبي مثلا، عدم نوم، ايه؟ هو التشتت او التوتر ده، او الثلاثه مرتبطين ببعض، تشتت، قلق، توتر. كل الحاجات دي بتحصل، فبيحصل في الاخر فقد للمعلومه، او المعلومه بتتنسي. تمام. يعني انا مثلا انا طالعه هوا مثلا، فيا نهار ابيض اتاخرت، انا جايه متاخره، مش هلحق اطلع على البرنامج على الهوا، هتاخر 5 دقايق هيفوتوا من الحلقه. تنشني اكتر. قلقت. بعد كده اتوترت، الادرينالين عالي في جسمي، بعد كده هخاف، هعرق، هتوتر، الكلام مش هيعرف يخرج بسهوله، وهنسى المعلومات اللي انا محضراها اصلا. ده مثال بسيط كده على البرنامج. ملوش علاقه بالبرنامج. له علاقه الظروف بقى اللي احنا بنتكلم عليها، لما تبقي في ضغوط كتير، مسؤوليات كتير. التوتر والقلق مصاحب لكل البشر، يعني صعب قوي تقولي ان مفيش، ولكن ازاي نقلل منه؟ قبل ما نقلل منه هتكلم برضو على حته السرحان. هو ليه الطالب لما يجي يذاكر بيسرح؟ انا دلوقتي لو انا مخي بيستوعب 80 معلومه مثلا، فانا اللي انا هذاكره 20 معلومه او 30 معلومه. تمام. فبالتالي خلاص انا قدامي 6 ساعات، المفروض مخي يستوعب 80، انا خليته يستوعب 20 بس. فمخي هيستوعب ال 20 وهيفضل 60 فاضي. ففي ال 60 الفاضي دي هيحصل مخه هيفضل بقى يسرح وحصل ومش عارف ويفكر في معلومات تانية، فعمال يدخل المعلومات اصلا مش هذاكرها، عماله تشوش على المعلومات اصلا ان انا هذاكرها. فبالتالي بيحصل سرحان. لا، هو المفروض لما انت تيجي تذاكر حط وقت معين، ما تحطش وقت كبير، ودخل اكبر كميه من المعلومات، ما تقولش انا هنساها او ما تقولش المعلومات دي كتير عليا. لا، المعلومات مش كتير، انت مخك هيستوعب كتير جدا والا، وعشان كده بيحصل سرحان. سبب تاني من مسببات السرحان ان هو لما يجي يذاكر بيحاول يهرب من المذاكره. ازاي؟ يعني عندنا بنقعد نعمل حاجات غريبه كده، اقوم افتح التلفزيون هشوف بس الاخبار واجي على طول، افتح التلاجة واقفلها، اروح اكلم واحد صاحبي، ابص بصه من البلكونه. الحاجات دي كلها محدش هيقدر يقولك انت بتعمل ايه. يعني بدي لنفسي مساحه ان انا بعمل حاجه ليا تصريح ان انا اتصرف فيها براحتي. اروح الحمام مثلا، فاقعد اعمل حاجات محدش هيمنعني منها. الحاجات دي بتخليني اخرج بره مود المذاكره، فبسرح بيها وانسى المذاكره. ان انا مش بركز على، او يعني ساعه لازم تبقى ساعه تركيز في المذاكره. ما ينفعش ان انا اعمل جنبها اي حاجه تانية. طب في سؤال: في ناس بتحب تذاكر وتسمع موسيقى مثلا،
مم. ده بيأثر سلبي ولا ايجابي؟ سلبي طبعا. سلبي طبعا. طبعا. بيأثر عليه ازاي؟ في ناس تقولك انا مش هعرف اركز الا لما اسمع موسيقى اه. او اسمع اغنيه او او صوت اشغل قران التلفزيون مثلا بره. او صوت الغساله. او صوت اي حاجه. اه. اه. في لعبه كده كنا بنعملها، مم. لو كان في وقت كنا عرضناها. مم. في لعبه اللي هو ايه، خلي كذا حد يقول كذا كلمه في وقت واحد. مم. يعني مثلا اتكلمي معايا كده، قولي اي كلام. مم. قولي اي كلام. اي كلام. انا حد سمع انا قلت ايه وانت قلت ايه؟ اه. لا، هما المعلومتين دخلوا في بعض، انا ما سمعتش. تمام. انا ممكن اكون عرفت حركه بقك عامله ازاي وحركه بقي عامله ازاي، لكن الكلمه مش واضحه بالنسبه لي. هو ده اللي بيحصل، مم. ان انا اكون سامعه الاغنيه وبقرا الكلام. انا عارفه انا بقرا ايه وعارفه انا بسمع ايه، مم. بس انا مركزه لا، مم. المعلومه رسخت في ذهني لا. او ممكن اركز 10 دقايق و5 لا. بالظبط. او ممكن اركز مع الاغنيه وانسى المذاكره خالص. ده حقيقي الصراحه. ففي ناس تقولك لا، انا ما بعرفش اذاكر كده. ده اعتقاد سلبي، وانا برمجت نفسي من صغري على كده. مم. وهساله سؤال، طيب انت طول عمرك بتذاكر كده، هل بتجيب درجات نهائيه؟ بتنجح بتفوق؟ طب لو قال لك مستحيل. بجد. او لو قال لي ده هقول له لو تحدي انت يعني. ذاكرت تحدي. اه بجد. لو قال لي هقول له لو انت ذاكرت من غير موسيقى او اغاني مم. هتجيب تفوق اعلى وهتجيب مم. درجات اعلى، مم. لان انت ما ينفعش تركز في حاجتين في وقت واحد. او تنجز كذا حاجه بدل ما تنجز حاجه واحده. بالظبط. طيب خلينا نروح فكره النسيان عموما. عاده في علم النفس يقول لك دي من الحاجات، الديفنس ميكانيزم، او اللي هي الوسائل الدفاعيه اللي بتخليك تهرب بالواقع. بذهنك، او تهرب بنفسيتك عن مكان الضغط. مم. هل دي وسيله ممكن نتبعها بشكل صحي؟ لو حد في ضغوط كبيره قوي يلجأ للنسيان في بعض الاحيان حتى لو مش في المذاكره؟ هي نعمة كويسة اصلا النسيان، وان احنا بنحاول نتناسى اه عشان نرتاح ونصفي ذهننا شوية. كويس. دي حاجة كويسة. مم. لكن ان انا اتعمد ان انا انسى معلومة عشان ادخل معلومة تانية، مم. زي اللي بيذاكر مثلا مادة يقول ايه، انا هنسى بقى المادة دي واخرج المعلومات اللي فيها عشان اركز في المادة التانية. ده بيحصل على طول. بالظبط. عشان انا بدخل افضي على طول. مم. لا، ده برضو غلط على فكرة، مم. لان بعض المواد بتخدم على بعض. اه. يعني ساعات اجي اذاكر معلومة مثلا تكون مرتبطة في مادة تانية، مم. لو انا ربطت المعلومة اللي عندي دي في مادتها بس ممكن انساها، مم. لكن لو ربطتها في مادة تانية ومادة تالتة ومادة رابعة عمرها ما هتتنسي، مم. لاني عددت مراحل دخول المعلومة وعددت الامثلة وعددت ربط، فعمر المعلومة ما هتتنسي من دماغي. المعلومة اللي بتثبت ما بتتنسيش. مستحيل. ببقى انا عملت ايه؟ عملت ايه، يعني اعمل ايه عشان اخزن المعلومة بطريقة صحيحة. مم. دلوقتي انا بذاكر بقرا سطر مثلا، اه. لما انا اجي اقراه انا لسه ما فهمتوش وما حفظتوش، مم. اقوم مكرراه تاني، اللي هو احفظ عشان افهم، مش افهم عشان احفظ. لان انت في البدايه هتفهم حاجه من غير ما تعرفها ازاي. اه. يعني انا لو قلت لك السطر ده فهميه، حاضر فهمته وانت مش شايفاه، لا لازم تشوفيه وتقريه مره واثنين وثلاثه، بعد كده ابتدي افهمه. اقرا كتير وبعدين استوعبه بقى. بالظبط، استوعبه، ولما استوعبه اخزن المعلومه ازاي؟ استوعب الاول بالقرايه والتكرار، ايوه. بعد كده اكتب كتير. مم. لان في حاجه برضو طلبه الامتحانات بيشتكوا منها، اه. ان هو بيبقى في الامتحان عارف الاجابه بس ما عندوش وقت يكتبها. ده حقيقي. او بيعبر عنها غلط. بالظبط. مم. او بيبقى انا عارفها بس حد يعني يساعدني، لو انا قلتها شفوي هتبقى اسهل عليا. مم. ده نتيجه ان هو ما ذاكرهاش بايديه، ده حقيقي. ما ذاكرهاش بكل الحواس بتاعته، مم. فبالتالي المعلومه مش هترسخ في ذهنه كويس، مش هيعرف يستدعيها بطريقه سريعه. فبالتالي نشجع ان احنا واحنا بنذاكر نكتب كتير. اللي بنذاكره يعني، مم. حتى لو مش حفظ. حتى لو مش حفظ، اه. مره واثنين وثلاثه، مرن ايدك ان انت تكتبها مم. عشان تيجي ساعه الامتحان ايدك تكون اتمرنت، مم. ما تكونش لسه هخرج التعبير بتاعي عشان اكتب، لا انت خلاص اوريدي تكون اتبرمجت عليها. طب ايه المفاتيح التانية ميادة اللي تقدري تساعدينا بيها مم. نتذكر بيها المعلومات؟ نتذكر بيها المعلومات. في حاجه لذيذه شويه، مم. اللي هو ازاي اذاكر بالالوان وبالروايح وبالايقاع الله. وبالصور. حلو. يعني مثلا دكتور توني بوزان قال لك الصوره بتساوي 1000 كلمه، مم. وهو مبتكر الخرائط الذهنيه. يعني اعتقد لو الطلبه ذاكرت بيها عمرهم ما هينسوا المنهج. ده هايل. اللي هو بعبر عن الكلام بالصور والرسومات، وانا اللي بعملها بايدي، مم. فبالتالي بتطبع في ذهني وما بتخرجش تاني. يعني مثلا جنب كل معلومة ارسم صورة افتكر بيها المعلومة، بتعبر ولا عنها مثلا، او علامة او لون مثلا. رمز مثلا، سهم، حركه مثلا، اي حاجه جوايا انا اقدر افهم لما ابص على الصوره دي افتكر. انت هتلاقي بقى الكتاب كله بتاع البنات قلوب ودباديب وقطط. ودباديب ورد. اه. ده بيساعد. ده بجد؟ بيساعد جدا على فكره. مم. بس ما ترسمش قلوب ودباديب، لا اه. احنا نرسم حاجه في سياق المعلومه.
وطب استخدام الالوان والروايح دي حاجه جديده اول مره اسمعها، كلميني عنها ماهر. طيب في عارفه الاقلام الماركر؟ اه الاقلام دي وانا بذاكر كده بشد خط تحت الكلمه المهمه تمام. بالفسفوري او الفوشيا الفاقع مثلا، او الاصفر. مم. الالوانات ديت لما اجي مثلا في مصاحف مم. تبقى كلمه الله الرحمن اسماء الله الحسنى مكتوبه بالاحمر. ده حقيقي. تمام. مم. فده ليه؟ عشان خلاص بقت كلمه مميزه فبفتكرها على طول. مم. برضو لما تيجي تذاكر شد خط على الحاجه المهمه، ايه. او لو ظللتها هتفتكرها وانت في الامتحان، هتسترجع ايه مم. الكلمه اللي كانت متلونه. برضو في حاجه لما انت تيجي تذاكر بحط قدامك اي لون انت بتحبه. تمام. يعني مثلا اي قماشه، مفرش سرير مثلا لونه كذا، مفرش المكتب. تمام. تيجي ساعه الامتحان حط اللون ده قدامك. ايه. بالظبط. مم. عشان كده بنقول لما تيجي تذاكر ماده صعبه حط اللون قدامك وانت بتمتحن اللي انت كنت بتذاكر بيه، ده هيسهل استدعاء المعلومه اسرع. مم. حتى في المكتبات في ورق ملون كده ممكن ايوه في ورق نستخدمه. ملون. يعني كل ماده مثلا اعلمها بلون او كل معلومه او ملف اربطه بلون معين وانا بذاكر. بالظبط، ده بيساعد جدا. ده هي. ونيجي ساعه الامتحان طبعا مش هنكتب في الورق الملون، مم. فبنحط مثلا حتى لو قلم اللون ده، مم. بس هحط اللون مجرد ان اشوفه وافتكر المعلومه الصعبه، اه. فالمعلومه هتجيلي بسرعه. وكأن ده الزرار اللي بدوس عليه في عقلي الباطن عشان اللي يفتكر. بيفتح الملف بتاع المادة اللي انا محتاجاها. طب ايه بالظبط. موضوع الروايح ده بقى؟ الروايح برضه لما يبقى عندي ماده تقيله شويه او ماده عايزه احفظها، احط برفان معين او اعطر الاوضه بريحه انا بحبها. يا سلام اه على والله. الروقان اللي ما بنحطه واحنا بنخرج هنحطه واحنا عشان كده بنذاكر. احنا بنقول عايزين نخلي المذاكره متعه. ده حقيقي. دي فكرة لطيفة. عطر الاوضه بريحه انت بتفضلها. مم. تيجي ساعه الامتحان ترش الريحه دي، رشها بقى قدامك على المكتب، في ايديك، على القلم. مم. هتفتكر الريحه ديت، ففي الامتحان هتعرف تجاوب وهتفتكر المعلومه اللي انت كنت بتذاكرها. ودي كمان افكار تخلينا اكثر هدوءا مم. يعني واستمتاعا بجو المذاكره، لان جو المذاكره عاده بيغلب عليه القلق وعايزه الحق وبسرعه اراجع الحاجه اللي بنساها حاسه ان انا مش هفتكرها حتى بعد كده. مم. انت حتى جايبه معاكي حاجه ولازم اه استفزتيني الحقيقه ان انا اعرف انت جايبه ايه، عباره عن ايه دي يا ميادة؟ بص دي في استدعاء المعلومه. بس ارفعيها لفوق بقى عشان ايه ايه نعرف سهرة كده. نشرحها، وانت جايباها كمان لايقه على لون لبسك. امال ايه لازم والله اطقم. انت مزيكا. ربنا يخليكي. دي عباره عن ايه؟ دي سبحه دي ولا دي ايه دي؟ لا ده كان عقد بس انا فرفضت شويه عشان الحلقه كله في سبيل الحلقه. ماشي نعرف بقى دي ايه دي بقى. دلوقتي انا ذاكرت معلومه 1 2 3 من 5 نقاط. مم. اجي في الامتحان اول ما بشوف اول ما بشوف السؤال بفتكر مثلا 4 5 نقاط، تمام. بس بفتكرهم مش بالترتيب. فاول ما اشوف السؤال بس انا عارفه الاجابه 1 2 اقوم جايه افتكر 4 أو 5 و3 ما افتكرهاش، او اكون فاكراها بس اقول ايه 4 جات لي الاول فاكتبها. طيب شايفين العقد ده كده ظاهر كده؟ تمام. في 1 2 خرزه صغيره وخرزه كبيره، خرزه صغيره وخرزه كبيره. فدي مثلا نقطه رقم 1 ودي النقطه رقم 2 ودي رقم 3 وهكذا. فانا قمت مخرجه 1 بعد كده 2 بعد كده 3 وبعد كده 4 و5. خرجوا بالترتيب فخرجت بنفس شكلها اللي انا ذاكرتها بيه. لكن لو انا افتكرت 1 و2 انا افتكرت نقطه 5، فعشان مخي لما هيجي يطلع لي نقطه 5 هيقوم قاطع ده، فالنقطتين دولت هيضيعوا مني وهفتكر 5. طبعا دي هتتقطع فدول هيقعوا على الارض، فهاجي افتكر 4 انا بربط هنا بايه؟ ما انت فاهمينا انت هنا بتعملي ايه؟ انت بتهيئيني ان انا افتكر النقط بشكل الكور. لا ده مثال توضيحي. انا بقول للناس ان انت لو افتكرت النقطه الاولى والثانيه والخامسه ما تكتبش الخامسه، استنى لحد ما تفتكر الثالثه والرابعه وبعد كده اكتب الخامسه. فهمت. ليه بقى؟ ترتيب المعلومه. بالظبط. لان انا لو كتبت 5 3 و4 هيقعوا مني زي ما قلنا على العقد كده، 3 و4 هيقعوا فمش هفتكرهم. اثناء المذاكره الحاجات اللي بيبقى فيها خطوات اخر حرف او اخر كلمه في اول نقطه بتبقى كلمه مفتاحيه للنقطه اللي بعدها. يعني زي حفظ القران بتربطي اخر كلمه بالجمله اللي هتبدا بعدها على طول. بالظبط صح. فعشان كده لما اجي اكتب حاجه من نقاط افتكر النقاط بالترتيب بنفس الطريقه اللي انا خزنت بنفس الطريقه اللي انا استدعي. لكن ما ينفعش اقوم جايه ومشده معلومه من النص تقوم كل المعلومات طايره واقول انا كده افتكرت السؤال طب انا نسيته وهكذا. طيب المواد بقى الاكثر تعقيدا يا ميادة يعني الفيزياء مثلا، الحساب، الحاجات اللي فيها ارقام فيها معادلات يعني بتهيألي ليها مفاتيح خاصه بقى يعني
ازاي تسهليها عليهم؟ العلماء اكتشفوا دايما ان انت الحاجه اللي انت بتفكر فيها قبل ما تنام بتحلم بيها، ده حقيقي. وبتصحى عندك الشعور بتاعها. مم. فبالذات المعادلات، النصوص، الحاجات اللي محتاجه تركيز قوي وحاجات صماء شويه، ذاكرها قبل ما تنام. كويس. اكتبها كتير اكتبها كتير وانت نايم، غمض عينيك كده في حاله استرخاء، وابتدي قول المعلومه تاني، قولها لحد ما تتوه في النوم. ايوه. اول ما تصحى الصبح قوم راجعها على طول، اقراها بس نظره عابره كده، حتى لو قراءه صامته كده ثبتت. لانك انت دخلت في مرحله ما قبل النوم، دي بتخزن كل المعلومات. عشان كده دايما الافكار الابداعيه بتجيلنا قبل ما ننام. فانت سجلت المعلومه قبل ما تنام وصحيت الصبح رجعت عليها، خلاص المعلومه كده ثبتت في ذاكره طويله المدى، مش هتخرج تاني ان شاء الله. يعني اي حاجه فيها حاجات معقده او حسابات كتير نذاكرها دايما قبل النوم. قبل النوم. باقي المواد بقى ممكن في النهار. طيب خلينا نروح للاب والام او المدرسين اللي بيساعدوا ولادنا وقت الامتحانات. الطالب يمكن عليه العبء كبير ان هو اللي ملتزم قدامنا ان هو يذاكر وهو اللي يجيب الدرجات الكويسه، بس لكن احنا عندنا عبء ان احنا نساعدهم باي شكل من الاشكال. ايه الطريقه المثلى ان احنا نساعد فيها ولادنا في وقت الامتحانات؟ هو مبدئيا الناس او الطلبه بتكره المذاكره عشان الاب والام دايما يربطوا المذاكره بشيء سلبي، اللي هو عقاب. ذاكر وقوم سيب اللعب، ذاكر واقفل التلفزيون، ذاكر وما تكلمش اصحابك. فبالتالي هو ارتبطت عنده المذاكره برابط سلبي او حاجه بتحرمه من متعه بيأديها، او متعه بتسبب له سعاده. فانا حرمته منها فيكره المذاكره. طب ازاي احببه في المذاكره؟ لازم كل اب وكل ام يقولوا له ذاكر عشان كذا كذا، دي تبقى مكافاه ليه. لو ذاكر عشان هجيب لك كذا لو نجحت، ذاكر عشان لو نجحت هنخرج، ذاكر عشان لو ذاكرت النهارده هتفتح التلفزيون، هتقعد على النت، وهكذا. ابتدي ان انا بدل ما اخليه يقعد ويذاكر من الكتاب وبالطرق التقليديه دي، لا ابتدي اخليه يذاكر على النت اصلا، هو حاجه بيحبها. ابتدي اجيب له سيديهات، اجيب له حاجات على النت يقراها. ممكن افكار برضو حلوه كده، يعني الام انها تصاحب ولادها في المذاكره، اللي هي تبعت له الحاجات على الايميل او يسمع لها على الايميل. الفكره دي في حد من زمايلي قالها لي، قال لي مامتي عشان تحببني في المذاكره خلتني اسمع لها على الايميل. دي فكره لطيفه. وهو في اوضه وهي في اوضه وبسمع لها على الايميل. بس عشان هو بيحب الحاجه دي، عرفت هو ايه المدخل بتاعه وبتستغله بشكل ايجابي. بالظبط. برضو بلاش الضغط، يعني هم اصلا بيبقوا مضغوطين خلقه، فبلاش ان احنا نضغط عليهم قوي. قوم ذاكر عشان تنجح، قوم ذاكر عشان ما تسقطش، قوم ذاكر عشان ما تفشلش. فانا عمال اقول له سقوط وفشل، سقوط وفشل، عمال اكررها كتير، هو كده كده لازم هيسقط، عمال يسمع الكلام. ما هو الاب والام نفسهم عايزين مفاتيح تقوليها لهم هم نفسهم يهدوا بيها. يعني تخليها مش قلقانه. تعمل ايه؟ تهيئ نفسها للجو ده ازاي؟ هي لو شايفه ابنها بيذاكر، هو كده كده هيبقى خايف على مصلحته شويه، بيبقى مش عايز يسقط عشان العقاب. فلما تلاقيه بيذاكر بلاش تضغطي عليه، وخليه دايما يربط المذاكره بشيء بيحبه. ولما تحس ان هو ابتدى دخل في مود المذاكره، ما تحاوليش انت تشوشوري عليه وتزنقيه اكتر، ذاكر اكتر عشان تنجح، عشان تجيب درجات اعلى من فلان، عشان كذا. لا، حاولي ان انت تخرجيه من المود ده اصلا. يعني تقولوا له سيب المذاكره شويه وتعالى ريح ذهنك شويه. سيب المذاكره وتعالى نخرج، اتمشى شويه وتعالى روح كلم حد من صحابك وتعالى كمل مذاكره. وتنظم له مثلا شكل يومه او مواعيد المذاكره. بالظبط. واهم حاجه في الفتره دي بالذات فتره الغذاء والنوم. يعني هو يتغذى بشكل كويس جدا وينام كويس. لان بيضغطوا نفسهم فبيسهروا في الفتره دي، ما بيعرفوش، بيحس ان هو بيذاكر بس مش عارف يحصل. طيب في رايين. في راي بيقول مشاركه الاب والام مع الولاد في المذاكره ده حاجه سلبيه وتخليهم دايما معتمدين على حد يذاكر لهم، وفي راي تاني بيقول لك لا ده حاجه ايجابيه جدا، بالعكس بتحفزهم وتشجعهم ان هم يبقى في تواصل وفي نفس الوقت المعلومه توصل بشكل اسرع. انت مع انه راي؟ هو الاثنين كويسين، احنا ناخد الحاجه الايجابيه من الرايين. تمام. حته ان انا ابقى متابعاه على طول كده، هو هيحس لو هو تكاسل، لا الاب والام بيسند شويه كويس. وحته ان انا سايباه وشايله ايدي خالص كده، لا هو ممكن ما ياخدش باله من المذاكره. وفي نفس الوقت الحته الايجابيه فيها ان هو ما بيحسش بضغط منهم، فهو اللي بيذاكر براحته. لكن في اب وام يتدخلوا في مذاكره، ذاكر الماده دي عشان صعبه، ذاكر الحته ديت عشان قربنا على الامتحانات. لا، هو لو عايزه تدخلي دخلي في راي او في مشوره، مش في فرض ان انت تعمل كذا. فبالتالي ممكن نتنطط ما بين الاستراتيجيه دي ودي من وقت للتاني. صح كده؟ روشته اخيره بقى من ميادة حسن مدربه التنميه البشريه تقوليها لنا وتقوليها لاولادنا في الفتره اللي جايه بما انها اخر الترم وفتره امتحانات. تمام.
روجيتا ان احنا الفتره دي نركز جدا ان احنا ننام على الاقل خالص 6 ساعات. نتغذى كويس، بلاش بقى الحاجات اللي هي الفاضيه اللي احنا عارفينها، شيبسات وبيبسي الكلام ده كله، لانه بيأثر على العقل اصلا وبيأثر على المعده، فطبيعي العقل بيتأثر. حاول ان انت تجمع اي شيء، ما تقولش انا ما ذاكرتش خالص من اول السنه، لا حاول تجمع اي حاجه. لو هتدخل الامتحان بماده بدرس واحد ذاكرته الماده انت تعبت فيه، اكيد ربنا هيكرمك فيه. في ناس برضو بتقول احنا مش هندخل امتحانات السنه دي، انا ما ذاكرتش خالص. لا ادخل جرب، انت لو ما دخلتش فقدت كل الامل ان انت ممكن تنجح، لكن لو دخلت في امل ضعيف ان انت تنجح. عايزه اقول برضو ان احنا لما ندخل اللجنه نهدى ونفكر بالعقل المنطقي. يعني ايه؟ يعني احنا اول ما ندخل اللجنه بنفكر بالعقل العاطفي بس، اللي هو يا ترى اللجنه عامله ايه، يا ترى الامتحان عامل ايه، كل ده عمال يزيد من توتري اكتر. لكن لو انا دخلت في تمرين حتى بيعملوه لما يدخل لجنه عشان العقل المنطقي هو اللي يشتغل اكتر عشان نستدعي المعلومه. ايه الفرق بين العقل العاطفي والمنطقي؟ العقل العاطفي اللي هو بدخل بمشاعري. بتصنفيه ازاي عقل؟ ليه مش عاطفه غالبه على العقل؟ بنقول عقل عشان هو اللي بيبقى مسيطر ساعتها، هو اللي بيسيطر على الانسان ايه؟ طريقه التفكير، عقله، نمط التفكير عاطفي يعني. بالظبط. فانا لما ادخل قلقان ومتوتر وكده العاطفه هتشتغل فهتوتر اكتر. لكن لما ادخل نعمل تمرين كده معين اللي هو بعد مثلا من 50 لحد 1 بلغه صعبه عليا، يعني بانجلش مثلا او فرنش، ابتدي اقول 50 49 48، انا عمال اهدي نفسي وعمال افكر بطريقه منطقيه وعمال افكر، بحفز فده هينشط عقلي، بحفز العقل يشتغل بكفاءه اعلى. بالظبط. وثق دايما ان انت هتنجح، ليه دايما واثق ان انت هتفشل، فخلي عندك يقين ان انت هتنجح ان شاء الله. بشكر جدا ميادة حسن مدربة التنمية البشرية، نورتينا النهارده وافدتينا. نتمنى ليكي النجاح بقى في حياتك كلها ولولادنا ان شاء الله الفترة الجاية باذن الله. اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وان شاء الله السنة الجديدة تخش علينا بكل الفرحة وعلى المصريين يا رب بكل الخير. بكره ان شاء الله فريق عمل جديد ويوم جديد. بشكر زميلتي رنا اللي شاركتني حلقة النهارده، بشكركم. كنت معاكم كارولين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.